السلام عليكم البنات، لاباس عليكم؟ عواشكم مبروك ان شاء الله. مرحبا بكم في هذا الفيديو اللي غندير هاد القريشلات بثلاثه ديال النكهات مختلفه. نبداو على بركه الله. كنحتاجو 250 غرام ديال الزبده للدا، 2 كيسان ديال سنيده، 2 خمارات فاني، واحد شويه ديال الملحه. غادي نحاول ندمج هاد العناصر الزبده وسنيده حتى تندمج مزيان، تولي على شكل بوماد. وغادي نزيدها واحد 2 كيسان ديال الزيت، ايوا غادي نعاود ندمج الزيت مع الزبده مزيان. هي بشويه البنات. من بعد ما دمجات ليا الزيت مع الزبده تتولي على شكل بوماد، غادي نزيد هنا واحد 2 ديال البيضات، 2 ديال البيضات، ونحاول ندخلهم في هذيك البوماد ديال الزيت والزبده. ونزيد واحد الحك ديال دانون فاني، ياغورت ديال الفاني. ايوا نحرك مزيان البنات، نحرك وندمج العناصر مزيان 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 مزيان. نجيب واحد المعلقه كبيره ديال النافع وحبه حلاوه وواحد نص كاس ديال الزنجلان، غنزيدهم حتى هو لهاد الخليط. من بعد ما دخلوا لي هاد العناصر مزيان، غادي نزيد دقيق شويه بشويه حتى تجمع ليا العجينه ديالي. ما تجيش قاصحه البنات، غتجي ما بين وبين، ما ديروها قاصحه ما ديروها طريه. نبقى نزيد دقيق غير بشويه بشويه. ومن بعد غادي نزيد واحد الخماره حمراء ديال 7 غرام ونجمع العجين على هاد الشكل. البنات راه مازال الحال على القريشلات، واخا انه سبقوا داروا انواع كثيره، ولكن حنا ديما هاد الفقيقسات كناكلوهم مزيان يكونوا في الدار. المهم جمعت لي العجينه على هاد الشكل هكايا. هانتوما البنات طريه طريه العجينه. غنقسمها على 3 يا البنات، على 3 ديال الكرات باش نقسم كل وحده نقسمها في شكل. بعجينه وحده البنات غادي ندير 3 ديال الشكل ديال 3 ديال ليغو ديال الفقيقسات. الاولى غادي نقسمها باللوز. عندي كاس ديال اللوز هرمشتو غادي نكبو في الكره الاولى. والكره الثانيه عندي كاس تقريبا ديال القرقاع حتى هو هرمشتو، وغادي ندخل هاد العناصر كامله في بعضياتها. عندي وحده خليتها عاديه غير بالزرارع، وحده بالقرقاع والاخرى باللوز مهرمش. غادي نقطع كرات صغار وغادي نحرب لهما البنات كما راكم عارفين. طريقه سهله بلا مراشم بلا فرع الراس، سهله مهله. غادي نحرب لهم وندخلهم للفران. من بعد ما غادي نحرب لهم البنات ندخلهم الفران غير يتشمعوا غير شي شويه باش يجيوني ساهلين في التقطاع. يمكن لكم البنات ديروهم في الفريغو يشدوا راسهم وتقطعوهم، او ديروهم في الفران يتشمعوا شي شويه وتجبديهم وتقطعوهم تيجيو ساهلين في التقطاع. وهذه الكره الثانيه ديال اللوز غادي نجبدها حتى هي نحربلها وندخلها للفران تشمع. نقطع منها غير شويه ونحربلها. نحربلها على هذا الشكل. وغادي البنات نبقى نضغط عليها باش الا كانت خاويه من الداخل ولا مجعبه ما خصهاش تبقى لي مجعبه من الداخل، باش الا جيتي تقطعها ما تبقاش يتهرسوك دوك الفقيقسات الصغيورين. هي هكا نبسطها مزيان ونضغط عليها. من بعد ما قطعتهم درتهم في اللاطه.
درتهم في اللاطه تشمعوا مزيان على هذا الشكل هذا. وجبت موسيقون ماضي ونقطع البنات الشكل اللي بغيتو. غادي نديرو اما دائري ولا نديرو مائل على شكل لوزه، ونقطع غير بشويه. راه هشاشه البنات، هشاش دغيا كيتقطع تيتهرسوا. المهم شي يتهرس شي يبقى صحيح، المهم كلشي غيتكال. نقطع شويه بشويه، ضروري خص الموسيقون ماضي على هذا الشكل هكايا. نقطع غير بشويه البنات، ماشي مشكل واخا يتهرس معانا ماشي مشكل. المهم ما نبقاوش بلاش، ضروري ديك الفقيقسات الصغيورين نديرهم ونعطيهم لولاداتنا ونفرحوا بهم. المهم هو السعاده، نخلقوا السعاده غير بشي شويه د الحوايج. من بعد ما قطعتهم استفتهم في اللاطه ودخلتهم حمرتهم في الفران على عافيه مهيله. جاو على هذا الشكل بحال هكا محمرين غير شويه، ما تغفلوش عليهم البنات دغيا كيتحرقوا. كيجيو هشاشه البنات ولداد. ثلاثه اشكال البنات ديالي، هادي باللوز وهذا بالكركاع وهذه خليتها هكاياك. وبصحه والراحه الى فيديو واحد اخر ان شاء الله.